الحصة التدريبية الثانية على أرضية ملعب مصطفى شاكر بالبليدة كانت مفتوحة للجمهور الرياضي الذي تابع اللاعبين من على المدرجات. 23 لاعبا كانوا طرفا في هذه الحصة الثانية والأخيرة التي بدأها الناخب الوطني بعملية الركض حتى يتمكن من الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين بدنيا لموعد الغد. أما جديد المنتخب فهو الرباعي الذي قيل عنه الكثير، بداية بلاعب بولونيا الإيطالي سافير تايدر الذي سجل أول حضور له ضمن تشكيلة الخضر. أما ثاني الوافدين فقد كان لاعب نادي غرناطة الإسباني ياسين براهيمي، إضافة إلى لاعب نادي مورينيس البرتغالي نبيل غيلاس. وقائمة الجدد ختمها لاعب اتحاد الجزائر حمزة كودري، إضافة إلى الأسماء المعهودة في التشكيلة الوطنية مع غياب مصباح جمال المصاب وسيدريك سي محمد الذي عوضه حارس اتحاد الجزائر محمد لامين زيماموش.